6 أسماء لواحد من أشهر جوامع مصر، جامع الحاكم بأمر الله. إيه هي الأسماء دي؟ تعالوا نشوف. أول وأشهر اسم هو جامع الحاكم بأمر الله أو الجامع الحاكمي، وده طبعا نسبة للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، واللي أتم بناء الجامع سنة 1013 ميلادي، وده طبعا بعد ما وضع أساساته أبوه الخليفة العزيز بالله. تاني اسم هو جامع العزيز نسبة للخليفة العزيز صاحب فكرة إنشاء الجامع. تالت اسم هو الجامع الجديد، وده الاسم اللي ذكره لنا المؤرخين اللي عصروا إنشاء الجامع. رابع اسم هو الجامع الأنور، وده على وزن أفعل التفضيل اللي استخدمها الفاطميين في جوامعهم زي الأقمر والأفخر، وأشهر واحد الأزهر. خامس اسم هو جامع الخطبة، لأنه كان الجامع اللي بتتم فيه خطبة الجمعة. سادس وآخر اسم هو جامع الفتوح، لأنه ملاصق لباب الفتوح الموجود في السور الشمالي للقاهرة الفاطمية. خلص الكلام وعلى وعد بحكاية جديدة عن الحاكم بأمر الله، أغرب خليفة في تاريخ المسلمين. سلام.